السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناتي يوميات ولاء. النهارده هنعمل تورتايه مقاس 20. طبعا احنا عملنا الاسبونشات قبل كده مع بعض، كل التفاصيل كل حاجه هتلاقوا في صندوق الوصف ان شاء الله الفيديو اللي بيشرح كل التفاصيل اللي تطلع معاكي تورتايه مقاس 20 اربع طبقات بالمقادير بكل كل حاجه. بصوا انا عملت تورتايه 3 طبقات. عملت اتنين تورتتين بنفس كل حاجه. الاتنين دول مطلوبين مني يبقوا قلب. فطبعا انا كنت في اليوم ده مقفله تورته مقاس 20 مدوره، فهنحولها ان شاء الله كده من تورتايه مدوره لتورتايه قلب، وعملناها برضو قبل كده في فيديو. وهوريكم بقى الفينش اللي مطلوب اليومين دول، او يعني متعارف كده بينا ان عايزين نعمل تورتايه الترند الجديده. ف هعملها لكم بابسط طريقه، وان شاء الله بطريقه سهله وهتعجبكم، ومش هنصعب على بعض الامور يعني. انا عايزاكم بس بالله عليكم لو اللي بيشوف فيديوهاتي وبتعجبه يسيب لي كده لايك وكومنت حلو. انا عملت زي زائد كده، وهبتدي اخد من تحت زي ما انتم شايفين كده، واحطها الجزء اللي من تحت ده احطه فوق. بصوا من الاطراف اهو، وابتدي طبعا اثبته بكريمه. طبعا احنا عملنا برضو في فيديو منفصل وكل التفاصيل وكل حاجه اهو. بصوا ببتدي الم فرفته الكيك كده بشويه من الكريمه. التورتيتين دول نفس الشكل بس اختلاف حاجات بسيطه. الاتنين اتطلبوا مني في نفس اليوم من زبونتين مختلفين، ويعني هي واحده كانت اختارت شكل، فالتانية قالت لي عايزه حاجه، فضلت تشرح لي كده هي عايزه حاجه تبقى قريبه من ايه بتاع، فبعت لها الشكل اللي الزبونه دي اختارته. راحت قالت لي، انا قلت بقى الاتنين بقى بالمره نعمله بنفس الفينش، بس هي التانية اختارت تغير شويه بس من في الكريمه، و يعني عدلت كده على شويه حاجات. المهم انا اول تورتايه زي ما انتوا شفتوا كده قفلتها على شكل قلب، وابتديت احط لها كريمه بيضه، وهبتدي زي ما انتوا شايفين اسحبها بالسكرابر كده اجلسها، يعني هعمل تجليس، وبعد كده التانية هشتغل في التانية دي بقى على ما تشد كده في التلاجة هكون اشتغلت في التانية. بصوا زي ما انتوا شايفين كده اهو، انا بسحب بالسكرابر اي مكان بقى بحس فيه ان الكريمه خفيفه. طبعا اللي واقف جنبي ده ابني عمال يقول لي بقى اعملي هنا، لا الحته دي الكريمه فيها باينه، لا مش عارف ايه، فبحاول بقى اعلمه يعني. فربنا يخليهم لي يا رب. انا الناس اللي كانت بتسالني على ولادي، انا عندي 4 ولاد، عندي رحمه وعبد الرحمن ومحمد ودنا. عندي عبد الرحمن ورحمه في ثانويه عامه في ثالثه ثانوي، علمي وادبي. ادعوا لهم كده يا جماعه ان ربنا يصلح لي حالهم يا رب، وينولهم اللي بالهم ويكرمهم في امتحاناتهم، ويعني ويخليني ليهم ويخليهم ليا، لان هم مالهمش الا انا وانا ماليش الا هم. ف ربنا يبارك لي فيهم يا رب. التانية زي ما انتوا شايفين كده برضو عملتها بنفس كل حاجة اللي احنا عملناها الاولى، بس الفرق ان انا خليت الكريمة حطيت عليها نقطة صغننة جدا من اللون الاصفر، فادتني الاوف وايت ده تمام، او اللون الافوري، او ايا كان الاسم اللي انتوا تسموه، او البيج الفاتح، او هو اوف وايت. انا بالنسبة لي اوف وايت. حطيت بقى كريمة زي ما انتوا شايفين، وهبتدي هقفل التورتايه بنفس كل تفاصيل التانية تمام. يعني هما التورتيتين كانوا نفس كل حاجة، بس الفرق ان التورتايه دي هتبقى اوف وايت والتورتايه دي هتبقى بيضة، والاختلاف هتشوفوه دلوقتي واحنا بنعمل الفينش. زي ما انتم شايفين بقى التانية كانت مبعوتالي بشكل زي زجزاج كده، و... ودي كانت مطلوبة مني ما يبقاش فيها زجزاج، يعني هي عايزاها تبقى كده بالسكرابر اللي هو الممسوح ده، اللي هو بيبقى عامل زي، على رأي ابني بيقول لي عامل زي سكينة المعجون. بيقول لي لما اجي اقول له هات لي السكرابر الستانلس يقول لي ايه اللي هو عامل زي سكينة المعجون، اقول له ايوه هو ده. تحسوا الشغلانة بتاعتنا دي فيها كل حاجة يعني بنشتغل كل حاجة في وقت واحد. بصوا طبعا احنا بنسحب كده وبنبتدي نشيل الزيادات، وطبعا هننضف البورد بتاعتنا قبل ما ندخلها التلاجة علشان ما تلزقش كده في البورد. طبعا دخلتها التلاجة وطلعت التانية، جبت كده كريمة باللون الابيض زي ما انتم شايفين، وهبتدي اعمل بقمع البي دي فور الوسط. لا ده مش الوسط، ده اول مقاس اللي هو مقاس 5 تمام. وفي اصغر من كده، بس انا بالنسبه لي اول مقاس عندنا، عشان بس الناس اللي بتقول لي لا في اصغر من كده، في اصغر من كده. يعني اول مقاس عندي هو مقاس 5. ابتديت بقى اعمل زي ما انتم شايفين كده روزيتا بوردة بدايرة، وبسحبها لتحت، وبعد كده قفلتها كلها، وابتديت اقفل برضو من تحت زي ما انتم شايفين. هنكتب بقى على التورتايه كل سنة وانا لازق فيك. طبعا دي التورتيه دي كانت يعني طالعه ترند كتير جدا، وكمان فيها دي كانت مطلوبه ان هي تتكتب عليها، بس يعني هكتب عليها كل سنه وانا لازق فيك، وهيتعمل لها اشكال قلوب. التانية فيها اختلاف، التانية فيها صوره،
صورة شوجر شيت. كتبت كده اللي كان مطلوب مني. طيب اللي انا كتبته ده بايه؟ بكريمه برضو، بس حطيت عليها لون احمر، بصوا. وابتديت اوزع كده قلوب 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 بالكيس، وهبتدي اعمل التورتيه التانية. انا كنت عامله شيت كده مصوره فيه 4 صور، وعلشان التورتيه دي كانت بتطلب مني كتير قوي، فانا مش كل شويه هبعت اصور. لان الشوجر شيت سواء صورتي واحده او صورتي هو نفس العدد، فانا قلت له لا، اعملها لي صوره صغيره شويه واعمل لي كذا واحده، علشان كل ما احتاج واحده ارجع لها. دي شوجر شيت يا جماعه، صوره غذائيه. طبعا احنا عملنا الصوره الغذائيه دي بكذا طريقه، قلت قبل كده ممكن تحط لها من تحت عجينه سكر، تفرديها على عجينه سكر، ممكن تفرديها على نوتيلا، وممكن تفرديها على شوكولاته وجناش زي ما انا بعمل. يعني انا بجيب الجناش اللي هو الجناش بتاعنا، وبسيح عليه مكعب او نص مكعب على حسب حجم الصوره، نص مكعب من الشوكولاته الخام. يعني شوكولاته خام بسيحها في الفرن، في الميكروويف، على حمام بخار، على حسب بقى. وبروح واخده معلقه من الشوكولاته الخام على شويه من الجناش، واقلبهم على بعض. لان انا لو حطيت جناش بس، الجناش بيرطب الصوره، ولو حطيت شوكولاته بس، الشوكولاته بتكسر الصوره لما بتجمد. تمام. فلما تحطوا الاتنين على بعض، وعايزه اقول لكم دي طريقه المصنع، وناس كتير قوي جربتها وعجبتها من الايام القناه القديمه. عايزه اقول لكم ان انا بعمل سيرش على القناه القديمه مش بلاقيها يا جماعه، فمش عارفه راحت اختفت في ظروف غامضه. المهم قفلت بقى زي ما انتم شايفين كده التورتايه برضو بنفس شكل الروزيتا، بس القمع ده كان اكبر شويه. وثبت الصورة بعد ما شدت شوية من الجناش اللي احنا حاطينه بالشوكولاتة، علشان ده يعتبر العازل اللي هيتحط ما بين الصورة وما بين الكريمة، لان ما ينفعش نحط صورة شوجر شيت على الكريمة على طول، بترطب وتعمل فراغات، فده العازل. كتبت برضو كل سنة وانا لازق فيك. نفس التورتية كده، بس هنبتدي بقى نوزع ايه؟ قلوب. و التورتايه دي طلعتها على 200 جنيه اللي هي من غير صورة، وب 250 بالصورة. تمام. انا بالنسبه لي ليه بطلعها مثلا بالسعر ده؟ لان انا مصوره مثلا الشيت دوت 4 مرات، يعني بالنسبه لي الشيت واحد يقدر يعمل لي 4 طرات. انت بالنسبه لك لو عامله شيت واحد بس وتكلفته اعلى، ممكن تزودي كمان 50 جنيه. فالاسعار دي بتختلف على حسب الخامات، وعلى حسب الكريمه، وعلى حسب المكان، وعلى حسب كل حاجه، على حسب الزبون نفسه. تمام. على حسب الحشوات، على حسب كل حاجه. ممكن الناس تطلب نفس التورتيه بنفس المقاس. عشان كده بقول لكم يا جماعه، محدش يحدد اسعار على حد. يعني مثلا انا بطلع التورتيه بتاعتي بسعر، ممكن تطلعها بسعر تاني خالص. كل ده بيبقى راجع للايه؟ للفينش بتاعك كمان. انا بالنسبه لي مثلا انا مقفله تورتيتين في وقت واحد، فالكريمه هي كل حاجه موجوده عندي. فبالنسبه لي السعر بيختلف. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناه، وشكرا لكم.